السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة بسيطة جدا. طاجن الكوسة باللحمة. ومكونات معانا اهو. لو احنا من النهاردة ان شاء الله، لو انت عايزة شوربة في الاكلة بتاعتك ممكن تديها نص سلقة. لو مش محتاجة هتعمليها بطريقتي دي بالظبط، بالخطوات، وسهلة وسريعة، وكمان بتبقى اطعم من لما تسلقيها يعني. انا هنا حطيت الزبدة وهسيحها بس كده شوية، وهدي للحمة بتاعتي تشويحة. طبعا احنا الكوسة بتاعتنا مغسولة ومتقطعة، ومعايا اللحمة بتاعتي، ومعايا البصل، ومعايا طماطم وفلفل سبايسي، ومعايا حاجتي وكل حاجة، وانا مقطعة الكوسة وغسلاها ومصفياها وزي الفل. هعمل بس اللي انا هدي اللحمة تشويحة علشان تدي طعم وريحة ولون وحلو وكده، على نار متوسطة. طبعا انت مش حابة الزبدة ممكن تعمليها بزيت، ممكن تعمليها بسمنة بلدي، بأي مادة دهنية. وواحدة واحدة بقى على اللحمة، ونقلبها ايدينا في الحاجة علشان تبقى ما تتحرقش منك او ما تتلسعش منك، لغاية لما تبقى بالشكل ده. لما بنيجي نعمل اللحمة بتبقى بالذات لما بنديها تشويحة كده لازم تبقى متقطعة تقطيعة صغيرة. نزلت هنا عليها بالبصلاية عشان بس تدي ريحة كده وطعم جميل. تدبل بس كده شوية. بعد ما هتدبل كده شوية هعمل ايه؟ هجيب الفلفل والثوم بتاعي، 4 فصوص ثوم، عشان بس تاخد كده الريحة والطعم بتاع الثوم والفلفل. تبقى جميلة جدا، والطعم والريحة مش قادرة اقول لكم. هنا طبعا بقى ايه، ممكن تحطي بقى الفلفل الاسود، تحطي بهارات، تحطي الحاجة بتاعتك زي ما انت حابة. انا استكفيت بس بالحبان والورق اللوري مطحون، نزلت عليها بالطماطم. هتاخد بس كده غلوتين فيها، هسلقها فيها تعتبر نص سلقة. وفي طاسة تانية بقى، مش عايزة اعمل الكوسة طبعا في الخضار كده احطها زي ما هي، ما احبهاش نية. انا بحب اشوحه، وبحب اشوح الخضار في الاول علشان بيدي تيست جميل جدا، وبتبقى طعمها ولونها وريحتها جميلة. وطبعا الكوسة بيبقى كلها مية، فلما بنديها تشويحة كده بتفقد على الاقل نص السوائل بتاعتها، فبتبقى ماسكة نفسها لما بنيجي بقى نحطها في الصلصة او حاجة زي كده. فمع حتة زبدة او حتة سمنة هندي الكوسة بتاعتنا التشويحة بتاعتها. ولو انت تلاحظي اللي احنا ما حطيناش مادة دهنية كتير في الاكل بتاعنا، هو يعتبر هنقول كل الحكاية معلقتين 3 من الزبدة. هنا حطيت الفلفل الاسود، وهتديها بقى لغاية لما تبقى مظبوطة. هنا بس هعمل بس الملح، اظبط الملح بتاعها والفلفل الاسود، وتمام كده زي الفل. كل اللي انا هعمله بعد ما خدت اللون الجميل اللي زي الفل دوت، هعمل ايه؟ هجيب البايركس بتاعي او الطاجن بتاعك، هتحطي الكوسة فيه، نزلي كل السوائل وكل الزبدة اللي في الوك بتاعك، وهتنزلي بالصلصة واللحمة بتاعتك كده بقت زي الفل. انا طبعا مولعة الفرن بتاعتي نار متوسطة، ولا عالية ولا واطية، نار متوسطة. وهحطها في الفرن في الرف الوسطاني عشان تاخد بس معايا لون وطعم كده جميل. مش هغطيها. بصوا اللحمة دايبة، ولما تخش الفرن وتطلع بالشكل ده مش قادرة اقولكوا على الجمال ولا على الريحة، والطعم جميل جدا جدا جدا. اتمنى ان انت تجربي طريقتي وان شاء الله تعجبك. واي خضار تعمليه بالطريقه ديت، واللي لسه مشتركش في القناه يروح على طول يشترك ويفعل الجرس، وما ينساش يفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيله اشعار جديد.